واحد بيقول لك ايه كمصري بتمنى ان تركيا، بص ده مثال لانسان منبطح. كمصري بتمنى ان تركيا تحكم مصر. التاريخ بيشهد على قوه الحضاره العثمانيه. اول حاجه اتحداك تطلع لي مصطلح الحضاره العثمانيه ده في اي كتاب. مفيش اي شيء اسمه حضاره عثمانيه. عثمانيين لم يصنعوا اي حضاره. مغول، همج، بربر، بيستخدموا القوى الوحشيه لا اكتر ولا اقل. طلع لي عالم عثماني واحد، طلع لي مفكر عثماني واحد. ده احقر احتل الدول العربيه والعثماني. هو سبب تخلفنا، منع عننا اصلا الطباعه 350 سنه. كانت خيبه. انت تلاقيك تركي، يلا انت تركي حفيد المغول. اوعى تفتكر ان انت احسن مننا ابدا. احنا افضل منك مليار مره كمصريين وكعرب. احنا كمصريين اصحاب اعظم واقدم حضاره في التاريخ. والعرب هم اللي علموك الاسلام اساسا، اللي انت عايز تحكمهم بيه دلوقتي. فانت جاي بقى ايه مبروم على مبروم، ما بيلفش خلاص. احنا مش عايزينكم في الدول الناطقه باللغه العربيه، مش عايزين حكمكم التركي الارهابي ده العثماني ده، مش عايزينه يا حبيبي. خليه لك يا بابا. وعمرنا ما نبقى معاك تحت اي رايه انت. وانت اصلا مش مصري. انت لو مصري وبتقول كده، انت خد بالك وانت خايف. تركيا دي عدوه مصر. دوله احتلت مصر 400 سنه، خلتها في قمه في التخلف والانحطاط اساسا. تقول حضاره عثمانيه؟ اتحداك بقول لك تجيب لي مصطلح الحضاره العثمانيه ده في اي كتاب في العالم. مفيش شيء اسمه حضاره عثمانيه. كل المباني اللي معموله في تركيا دي اللي عاملها مصريين. ده جم خدوا كل العمال والصناع عندنا في مصر. واقرا كده يا ابن اياس المالكي الحضاره العثمانيه. ده عند عمك مستكاوي شكدم امان ربي امان. انسى مصر دي، انسى. ولا هيبقى ولا تحلم. عارف انت كتركي ولا تحلم. انتوا عدونا. سيبك بقى من سيسي صاحب مع اردوغان. انتوا اعدائنا واحنا بنكرهكم. وانتوا عشان احتلتوا بلدنا 400 سنه 300 سنه وانتوا قمه في التخلف والانحطاط. الاتراك دول يعني هتفتكروا ان انتوا حاجه مميزه؟ انتوا مغول. انتوا مغول، شعب متخلف ليس لكم اصلا. شعب بدو رعاه زيكم زي العرب واليهود كده. انت خد بالك مغول دمويين بس بالارهاب وبالقوه بالعنف بس. احتلتوا المنطقه دي لا اكتر ولا اقل. انتوا مش ابناء الشرق الاوسط ولا ابناء هذه المنطقه. انتوا مكانكم ناحيه الصين كده. ده مش مكانكم. انتوا مش من هنا اصلا. اسطنبول دي مش بتاعتكم اساسا. دي بتاعت اليونانيين. واتمنى ان هي ترجع